طبعا شرفنا النهارده في اللقاء المميز السيزون الثاني على التوالي الملكه محبوبه المهرجان في وسط نوبه من نجوم الصحافه والقناه الفضائيه والاعلاميين. النهارده يوم جميل، يوم على بدايه السنه 2025، كل سنه طيبين والوطن العربي ومصر بخير. ومعانا في هذا اللقاء المميز الاعلامي الكبير اللي بتشرف بيه في كل مكان، الاعلامي محمد محي عامر، الراجل المحترم الشيك الجنتلمان. اهلا وسهلا بيك. استاذ سعيد، مساء الخير عليك وعلى كل الساده مشاهدينك ومشاهدين برامجك الحلوه. المليجي يعني مذيع النجوم والمشاهير. كل سنه وانت طيب، وكل سنه وكل الشعب المصري طيب، وجميع الامه العربيه الاسلاميه بخير وبصحه وسعاده، ويا رب دايما مصر تبقى في خير ورخاء دايما يا رب ان شاء الله. نقول ايه الملكه محبوبه في السيزون الثاني النهارده في عايز اقول لها طبعا انا يعني لبيت دعوتها. يعني اول مره احضر لها النهارده، تدعوني كتير بس انا المره دي كان لازم ان انا اكون موجود معاها، وبقول لها ربنا يوفقك. انت بتتحدي الصعاب وبتتحدي كل الظروف اللي حواليكي، وده دي سمه كل انسان بيدور على النجاح زيك كده بالظبط. يعني بتتعدى الصعوبات وبتتعدى العواقب وبتوصل للي انت عايزه. يعني فانا النهارده بتمنى لها انها تكون الايفنت كويس، ويعني دايما يقدم حاجه جديده وحاجه تبسط الناس محتاجه حاجه تبسطها يا استاذ سعيد. طالما بقى قلنا نبسط الناس وحاجه تبسطها، احنا النهارده في 2025، نقول النهارده 23 في شهر جديد، صح كده؟ ثلاثة نقول ايه للشعب المصري والوطن العربي في بدايه 2025؟ شكرا طيب سعيد، وانت حضرتك طيب. بص انا عايز اقول لك على حاجه، يعني احنا الفكره بس مش ان احنا في بدايه سنه ميلاديه، لا ده احنا كمان اول شهر رجب. اول شهر رجب. طبعا وانت طيب وبخير والامه الاسلاميه بخير يا رب. سنه ميلاديه جديده. يعني 25 ده رقم فردي، انا بتفائل بالارقام الفرديه. فيا رب يا رب ان شاء الله، يعني لو جمعناهم هنلاقيهم 9، او لو 5 و2 7، او لو 7 و2 يبقى 9. فطبعا مع بدايه رجب اللي هو شهر الخير وشهر البركه، بندعي في شهر رجب ان سنه 25 تكون بركه وخير وصحه وصحه استاذ سعيد، وتوفيق ونجاح لكل انسان مجتهد في الدنيا يا رب. جميل. من خلال اللقاء مع الاعلامي الكبير محمد محي عامر، اتشرفت بيه، اعلامي محترم، اعلامي ليه كاريزما، ليه قبول، ليه احترام، وليه كل تقدير. اشكرك على هذا اللقاء المميز. شكرا يا استاذ سعيد، ودايما بسعد بلقائك بجد حقيقي. وانت شيء مشرف للاعلام، ولما بتظهر في اي مكان زي ما قلت لك قبل كده بتديله بهجه وبتديله طاقه ايجابيه. احنا محتاجين الطاقه الايجابيه جدا. شكرا جزيلا. شكرا ليك وشكرا لقناه المصدر نيوز. تحياتي ليك وعلى مسامح. شكرا ليك يا فندم. شكرا استاذ محمد.